السلام عليكم، عاملين ايه؟ ريفيو النهارده هيكون عن منتج بقى تريندي قوي. وطبعا كله مفيش حد ما بيستخدموش. سواء انتي عادي او ميك اب ارتست لازم تستخدميه. وهو مثبت الحواجب الجل. جربت النوع ده. قلت بقى ان هو هيبقى سريع كده، وان انتي مثلا ترتبي حواجبك ويخليها ثابته على شكلها. لقيته بقى. هو اولا كان سعره تقريبا 45. هوريكم شكله من جوه عامل ازاي. شكله من جوه بيبقى معاه الفرشة دي عشان تسرحي بيها حواجبك. وبيبقى ده الجel برو. طبعا بتحطي الفرشة في الجل، بس تكون مبلولة شوية عشان ما تبقاش زي ما انتم شايفين. بصوا الفرشة ناشفة شوية، فبنبلها سنة حاجة بسيطة جدا ونعملها في الجل. وبعد كده بنبتدي ان احنا نسرح حواجبنا بيها. هو بقى بيعمل ايه؟ هو نفس فكرة مثبت الشعر. الجل بتاع الشباب هو برضو بيثبت شعر الحواجب. بس ما عجبنيش فيه بقى الملمس القاسي بتاع الحواجب، كده تحسي حاجه ناشفه كده. فدي ما عجبتنيش، غير ان هو لما بتيجي تمسحيها لازم طبعا يتمسح في نهايه اليوم او بعد ما او بعد ما تخرجي، يعني لازم تمسحيه كويس. بيطلع شعر الحواجب برضو، يعني بيوقع شعر الحواجب. فمجمل تجربتي معاه ما عجبنيش الصراحه كده. هو زي ما هو، انا ما استعملتش منه غير مره واحده تقريبا. كنت حابة ان هو فكرة ان هو يسرح لي الحواجب، وان هو يخليها مرتبة بقلم من غير ان انتي تعمليها بقلم او تعمليها بمسكرة حواجب او اي حاجة، لأ. فكانت فكرته كويسة في كده، لكن النتيجة ان انتي مع استمرار استخدامك ليه شعر الحواجب عندك هيقع. فبالتالي هتضطري كده كده ان انتي تستخدمي قلم حواجب. ده كان تجربتي معاه، بكلم عن نفسي، معرفش بقى مع حد تاني يبقى عاملة ازاي، بس في المجمل انا ما عجبنيش الصراحة. لو في اي حاجة تانية محتاجين عنها ريفيوهات اكتبولي في التعليقات، واشوفكم في فيديو جديد.